عليكم ورحمة الله. معكم بحرين فزي. موضوعنا اليوم اللي هو عن السيفتي. طبعا أول شي تكلمت عن كيف تقنع أهلك حق تشتري دباب. ثاني شي راح يكون السيفتي. طبعا نفترض ان انت قنعت أهلك، فأول شي قبل لا تشتري الدباب أو تدور لك على دباب كان سواء مستخدم أو جديد، راح تشتري لك سيفتي. عندك كثير من أنواع السيفتي، راح أتكلم عنهم. أول شي والأهم شي اللي هو الهلمت. الهلمت هو اللي راح ينقذ حياتك، وذا الشي صراحة ما يستهون فيه أبدا، لأن راسك مخك، والإنسان أهم شي راسه. فلا سمح الله إذا صادك حادث ولا شي، اللي راح يحميك اللي هو السيفتي. فالهلمت اللي هو أهم شي. أول شي اللي لازم تشوفه في الهلمت انه يكون معتمد. يعني انا عندي هلمتين، عندي هلمت تشاينا، عندي هلمت اصلي. الفرق مال يعني الفرق بينهم ما اعرف الفرق بينهم، فاذا دشيت ان ديتيلز راح تعرف الفرق حده كبير. اول شي ذي التشاينا وذي الاصلي. اول شي في اللبس، تلبسه التشاينا كلش مو مريح وما يثبت على الراس عدل. الاصلي يعني البسه يوم كامل ما احس فيه، مع انه هو اثقل بوايد لانه معدل فيه مثل ما تشوفون. عندي الكاميرا، عندي فلاتر، عندي سماعات سنة، فالهلمت صاير ثقيل. والتشاينا جدا خفيف، لبسته كلش مو بمريحة، مو بمعترف فيه، يعني حتى باليد كلش كواليتي كلش ما في شي، لا حماية ولا شي. وبعد الشي الثاني اللي في الهلمت التشاينا، عندك تهويات. اساسا ما في تهوية يعني حاطين لك تحرك في الاشياء، لكن انت تسوي ولا شيء، بس تحرك. حاطين لك فتحات، حاطين لك يوزع مخارج ورا كل شيء، لكن كل هالاشياء ما تشتغل، بس شكل. فانا لما دشيت اشيك على الهلامت، شوفوا بس حركته تقرطع. فلما شيكت عن الهلامت اكتشفت ان انا ما اخذت شي حتى فاشل، فقررت اشتري شي معترف فيه. طبعا انت راح تعرف معترف فيه من الاستيكرات اللي وراه. وذي الهلمت اللي هو ايكون ارمادا، عندك الدوت، عندك الحجم، عندك النوع، عندك انواع الستاندر اللي هو ماخذك تصديق على الهلمت. وثاني شي يعني انت راح تدفع سعر على شي يعني يسوى. صح بتدفع مثلا نقول 1000 ريال ولا 2000 ريال، حتى هلامت يوصلون ل6000 ريال. فذي الشي يعني لا يستهين في انه راسك لازم يعني تاخذ لك شي مريح. فذي اول شي اللي راح تشتريه قبل الدباب، او انك تشتري الدباب ومع الهلمت دايركت، ما تتاخر. وثاني شي اللي راح يحميك اذا لا سمح الله طحت، اللي هو عندك الجاكيت. طبعا في انواع من الجاكيتات. في نوع اللي هو الجاكيت العادي، عندك البادي ارمر. راح اتكلم عنهم اثنيناتهم. اول شي الجاكيت العادي، انا استعملت الجاكيت في الجو البارد لانه يكون اثقل. فالجاكيت يكون في حماية حق الظهر،
اكتاف والالبو اللي هو يكون عندك حماية في الاكتاف واليد. وحق البادي ارمر الشيء اللي يعجبني في ذي، انا خذيت ذي اللي هو يعني كلهم، الشيء الوحيد اللي هو تشاينا الهلمت، انا ما كنت عايشه في السيفتي. ذي الهلمت ذي الجاكيت طب من ايكون نفس شركة الهلمت، يعني حتى لو تلاحظون الشكل ذي نفس ذي، نفس الشيء. والبادي ارمر الشيء المميز اللي فيه يعني في الجو الحار تقدر تستعمله، انه ما عندك عذر مو تلبس سيفتي ان الجو حار. طبعا الماتيريال مثل ما تشوفون شيء خفيف، بس الحماية يحمي كتفك، اليد، قدام، عندك الظهر، وشكله بعد جدا عجيب، يعني تطلع كأنك مع سلاحف النينجا. وعقب السيفت اللي هو من الجاكيتات عندنا الريل اللي هو الليذر بانز. ذي من شركة اي جي في، اشتريته طلبية لأن ما حصلت يعني بنطلون عادل في البحرين، فاشتريت ذي. عندك الماتيريال من نيل كله لذر، عندك التهوية لأن أكثر شيء اللذر اللي هو حار يسخن معاك، يعني تلبسه في الحار في الصيف راح يعذبك. ال- الفائدة من اللذر ان لا سمح الله اذا طحت ما راح يتسحت معاك في الشارع، انه في له ستاندر حق فترة معينة. حماية الركب اهم شيء، لان كلش ما تبي يصيدك شيء، فتاخذ لك شيء. اول ايام يعني اول ما لبسته ركبت الدباب كرهته، بس الحين ما احب اركب الدباب بدونه، يعني حسيت بفرق انه سيفتي صدق. لو سمح الله اذا طحت هو اللي راح يحمل الركاب وراح يحميني، يعني هو مو بس يحمل الركاب، يعني عندك كل مكان حتى مني في مثل ما تشوفون يعني يحميك. آه عقب الليذر بانس نروح حق القفازات. انا عندي قفازين. الجلوفز عندي نوع اثنيناتهم اصليين، واحد من فلاي والثاني الباين ستار. طبعا الباين ستار شركة معروفة من هلامت، من كل شيء، كسيف حق دبابات، يعني شركة معترف فيها، يعني تسوي لك شغل عادل. فأنا عندي الجلوفزين، أول قفاز فلاي، وثاني واحد الباين ستار اس ام اكس 1. طبعا الجلوفزين الشيء يعني المميز اللي فيهم ان تقدر تستعملهم مع التلفون بالتاتش سكرين، ان فيهم مواد تخليك تستعمل التاتش سكرين. والاهم شيء اذا بتاخذ جلوفز يكون اللذر الماتيريال ماله مش ده اسم الماتيريال حق التهوية حق الصيف. طبعا الجلوفزين كلهم نفس الماتيريال، وذي الجلوفز الحماية مالته صراحة جدا عجيبة. يعني تشوفوا عندكم ذي المنطقة حق لا سمح الله اذا طحت انت اكثر شي بتجود يدك، بتحط يدك في الشارع،
فمن أكبر منطقة راح تحتاج في الشارع، فحطن لك دابل. عندك مني بعد نفس الشي، عندك البوقي تحت ليذر، عندك الأطراف بعد مزايدين لك الحماية. الشكل حلو. عندك كربون فايبر كحماية حق المفاصل الأصابع، يعني شي جدا عجيب صراحة. الاسترتش ماله معقول، لأن كله لذر في لذر، فساعات أواجه صعوبة. ذي حمايته معقولة. عندك ذي جريب. أنا ما أحب أمشي الدباب بدون جلافز، لأنه يعطيك يعني تحس إنه مستحيل الريس أو البريك راح ينزلح من يدك. لأنه بعد فترة إذا كنت خصوصا في الصيف إذا كنت طالع بالدباب بدون قفاز، إذا يدك يعني صار فيها رطوبة ولا عرق ولا أي شي راح تتزلح يدك. فالجلوفز راح يساعدك وخفف الألم، يعني حتى أكثر الدبابات أنت راح تحط جسمك على يعني في يدك، على يدك، فبعد فترة يدك راح تعاورك وذي، فالجلوفز راح يساعدك وايد. طبعا كل الموضوع. واذا عجبك الفيديو عطنا لايك وسبسكرايب اذا كنت سبسكرايب. شكرا، وحبيت اشكركم شخص على تعليقاتكم الحلوة، والله يعطيكم العافية. مع السلامة.